الإنجليز قالوا للملك فاروق ليك عندنا واحدة هنردها لك في أحمد حسنين باشا. 19 فبراير سنة 1946 الساعة 3 عصرا أحمد حسنين باشا كان طالع من قصر عابدين مروح لبيته في الدقي، وهنا بتحصل الحادثة اللي هيموت فيها أحمد حسنين باشا. كان في الناحية التانية مروح للدقي وعربية نقل اللوري تابعة للجيش الإنجليزي جاية من هنا وبتخبطه عنوة. ليه بنقول عنوة؟ لأن هي خبطته 3 مرات أو مرتين. أول مرة جاية من الطريق المعاكس، وفي طريق أحمد حسنين باشا العربية اللوري بتلف من ورا عربية أحمد حسنين باشا وبتخبطه من ورا، وبعدها ترجع مرة تانية وسواق أحمد حسنين باشا بيلتفت له بيلاقيه بيقول يا ستار يا ستار يا رب، علشان بعد كده العربية ترجع مرة تانية وتخبط أحمد حسنين باشا. وهنا بيمر مين؟ بالصدفة بيمر أحمد عبد الغفار وزير الزراعة علشان يشوف أحمد حسنين باشا في حالته الصعبة ويحاول ينقله للمستشفى الأنجو أمريكان، إلا إن أحمد حسنين باشا بيكون لفظ أنفاسه الأخيرة. علشان كده بنقول هي جريمة متعمدة من الجيش الإنجليزي، مش مجرد صدفة. مفيش عربية تصطدم بعربية على كوبري قصر النيل، وخصوصا أيام زمان أكيد كانت السرعة أقصاها 60 تؤدي إلى وفاة شخصية مهمة.